ونعم الوكيل يكذبون. فين هما لي كنادير؟ وين راهم لي كنادير؟ بجايه راهي تحرك، ايش وين مشات؟ طيور الناس مشاو، جي لا يتحرك. وراهم لي كنادير؟ نعاودو نستناو كيما العام اللي فات يبعثوهم لك لوروب؟ حسبونا الله ونعم الوكيل. شوفوا قولوا عليا اللي بغيتوا، سبوني عيروني كيما حبيتوا، مي مهما كان الحال هادوك يبقاو ولاد وبنات بلادي. بعد حرائق السنة الماضية التي أودت بحياة 130 جزائري، ها هي الجزائر اليوم مع موعد مع الحرائق مجددا لتجد نفسها في مواجهة العدو الذي بات يحصد أرواح العديد من إخواننا الجزائريين كل سنة دون إعداد العدة والعتاد لملاقاته. فما السبب الذي يجعل الجزائر لا تملك ولو طائرة واحدة من طائرات كنادير مثلا لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية؟ وما سبب تعنتها ورفضها لقبول المساعدة الإنسانية المجانية في مثل هذه الظروف من جيرانها الأقرب، لتتجه بدلا من ذلك لاستئجار طائرات من دول أخرى؟ أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الثلاثاء عن إخماد غالبية الحرائق التي ضربت شمال وشرق البلاد، والتي تسببت في مقتل 34 شخصا على الأقل منذ الأحد الماضي. وأوضحت الوزارة في البيان أنه لا يزال هناك 13 حريقا في 7 ولايات مختلفة، وأنه منذ الأحد اندلع حوالي 100 حريق في أكثر من 15 ولاية في الجزائر، خصوصا في البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل في العامين الماضيين بسبب حرائق خطيرة كان ضحيتها 130 شخصا من المواطنين الجزائريين. أسفرت الحرائق الجديدة عن إصابة أكثر من 80 شخصا وأودت بحياة ما لا يقل عن 34 شخص حتى الآن، من بينهم مدنيين وعسكريين. كما استدعى الوضع إلى إجلاء أكثر من 1500 مواطن من بعض القرى مع اقتراب الحرائق من منازلهم. أعلنت السلطات عن نشر 8000 عنصر للقيام بأعمال الإطفاء وتسخير 529 شاحنة و10 أرتال متنقلة، بالإضافة إلى الطلعات الجوية التي تشارك فيها الطائرات المستأجرة والطائرات ذات السعة الكبيرة. كما أعلنت السلطات المختصة في الجزائر عن توقيف شخصين للاشتباه في تسببهما باندلاع حرائق الغابات بولاية بجاية، وفقا لما ذكرت صحيفة النهار المحلية. وجاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء بجاية يعلن النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه تبعا لنتائج التحقيقات الأولية المفتوحة بخصوص الحرائق المندلعة في غابات الولاية تم توقيف شخصين مشتبها فيهما. وقد أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الجهات المعنية بتسليم الملفين لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي محمد في ولاية الجزائر العاصمة. فهل كانت حقا هذه الحرائق مفتعلة، أم أنها كانت فقط بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة التي تعرفها كل بلدان العالم في السنوات الأخيرة؟ وارحم اللهم جميع أموات المسلمين، وكن رؤوفا بإخواننا في الجزائر.